بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي الغاليات، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. رمضان كريم للجميع، إن شاء الله يكون رمضان لقاكم في أحسن الأحوال. اليوم جيتكم بوصفتين. الوصفة الأولى هي شوربة فريك على طريقتي، والوصفة الثانية هي بوراك بالخضر والبولي آشي، بنين واقتصادي ويناسب جميع العائلات. نبدأ في تحضير الوصفات نتاعنا على بركة الله. نديرو الزيت في لاكوكوط. انا هنا درت 2 مغارف كبار ولا 3. نديرو اللحم تاعنا. انا هنا عندي لي اللحم يكون مشحم. تقدري ديري الدجاج، تقدري ديري اي نوع لحم عندك. نقليو اللحم تاعنا مليح. بعد ما يتقلى اللحم تاعي مليح هكا، نزيد له هنا حبه بصل كبيره ولا 2 حبات بصل صغار. نضيف البصل تاعي ونخليه يتقلى مليح. نقليو البصل تاعنا مليح مع اللحم هكذا. نضيفو هنايا حوالي 2 سنات ولا 3 ثوم. الثوم هنايا اللي حب يديرو، اللي ما يحبش ما يديروش، لانه حنا المنطقه نتاعنا نديرو الثوم في الشوربه، واللي ما يديرش يقدر يستغنى عليها. عندي حبه طماطم صغيره مرحيه، وعندي ربطه صغيره كزبر. نحركهم مليح ونخليهم يتقلاو. لازم تتقلى مليح على نار تكون هاديه. نضيفو هنايا مغرفه كبيره كزبر، 4 مغرفه صغيره راس الحانوت. عفوا 4 مغرفه كبيره راس الحانوت، و4 مغرفه كبيره فلفل احمر حار، ومغرفه صغيره فلفل اسود. نحركوهم مليح. انا هذو هما التوابل اللي نديرهم في الشوربه تاعي، واللي تحب تضيف التوابل تاع اللي عندها واللي كيف موالفه ديرها. انا هنا درتها لكم على طريقتي، كل وحده وطريقتها. نديروا الملح نصف مغرفه كبيره على حسب المرق تاعك اللي حديريه، ونخليوها تقلى. انا درت مغرفه ونص طماطم، حليتهم شويه في الماء يكون سخون وضفتهم. ما تضيفوهمش مباشره، نحلوهم في شويه ماء ونضيفوهم على المرق تاعنا ونخليوهم يتقلاو شويه هكا. كل ما تضيفي مكون من الاحسن انك تخليه يتقلى مليح. وسر بنة الشوربه واي اكله هي التقليه هكا. لازم تتقلى الشوربه نتاعنا مليح. انا هنايا الشوربه درتها لكم بالطريقه تاعي والمنطقه تاعنا هكا نديروا الشوربه. وكل ولايه في الجزائر دير الشوربه بطريقتها، وكل عائله عندها طريقه في تحضير الشوربه تاعها. انا نمرقوا بالماء الساخن هكا ونخليوها حتى تغلي. نبدات الشوربه تاعي تغلي. انا الفريك تاعي كنت شمختو وخليته. انا درت 5 مغارف فريك، شمختو وخليته دركا نلوحو هكا ونخليها تطيب على نار هادئه. دركا نروحو نحضروا البوراك تاعنا. ندير الزيت في المقلاة سخن، نضيف لها حبه بصل مقطعه رقيق، نخليها تتقلى حتى تذبل هكا. نضيف لها حبه زروديه تكون مسكرفجه في الرقيق، نخليها تتقلى حتى تذبل شويه هكا. نضيف لها حبه جريوات ولا كما نقولوا قرعه، ولا كل واحد كيف يسميها، تكون مسكرفجه في الرقيق حتى هي.
هكا نخليهم يتقلاو شويه حتى يذبالوا شويه هكذا. درك نضيف انا هنا عندي بولي اشي، تقدري ديري فيوند اشي، بولي اشي اللي عندك كميه صغيره، لانه هذا الخضر يزكيو الحشوه تاعنا وتجي بنينه ما شاء الله. هكا خليوه مليح. نضيف له الملح والفلفل الاسود، هذو هما التوابل اللي نديرهم في البوراك تاعي، وتجي الحشو هذا بنين وصحي. واللي عندها الاطفال ما ياكلوش الخضر بطريقه هذه ياكلوهم، يجي ما شاء الله. نقليو الحشوه تاعنا مليح هكا بمعدنوس ونطفي عليه. هنا الشوربه تاعي طابت، ندير لها شويه دبشه اللي هي كزبر اخضر وفلفل اخضر حار، هنا اختياري، ونخليها على جنب. وكنعمر البوراك تاعي هكا. ندير الحشو هو الاول، نفوقو قطعه جبن هكا بالطريقه هذه حتى نكمل البوراك تاعي كامل ونقليه. نقليه في زيت ساخن ويكون على، نخليو الزيت تاعنا تسخن مليح ونقصوا النار ونقليو البوراك تاعنا هكا. البوراك هذا بنين بزاف، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. واللي ما تحبش تقليه تقدر تدهنه بشويه زيت وتدخلوا الفور، يجي بنين وصحي اكثر، احسن من القليان. واللي حبت تقليه تقليه انت واختيارك. نديرو في ورق ماص ونخليوه. هذا هو هذه الشربة تاعنا والبوراك تاعنا بعد ما طابو. جات ما شاء الله الشربة بنينة بنينة روعة، والبوراك جا بنين ومقرمش ما شاء الله. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. وانا ما بقى غير نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس، واذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصدقائكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.